فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد، ما حكم من قال لإنسان وهو يبعثه في حاجة ما: اذهب فإني أتكل على الله ثم عليك في قضاء حاجتي هذه؟ لأن سمعنا من بعض أهل العلم أن هذا الكلام كفر صريح مخرج من الملة. ثم ما الفرق بين هذا القول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقل ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قل ما شاء الله ثم شاء فلان؟ جزاكم الله خيرا. التوكل نوعان: توكل بمعنى التفويض والتسليم، هذا لا يجوز إلا لله. وهذا النوع يعتقد المتوكل أنه دون المتوكل عليه، أنه دونه بكثير، وهذا لا يصح إلا لله. النوع الثاني توكل بمعنى الاعتماد على الشخص مع اعتقاد أنه دونك في الرتبة، وأنك تستطيع أن تفسخ وكالته وأن تعتمد على غيره، هذا لا بأس به. فإذا قلت اذهب فأنت وكيلي أو فأنا موكلك فلا بأس بهذا، وليس هذا عبادة. أما التوكل الذي هو عبادة، مثل أن يتوكل الإنسان مثل على ميت أو على إنسان غائب، فهذا شرك. ما فيها شيء أبدا، ما فيها شيء. الرسول قال: إذا أتاك وكيلي فأعطيه كذا وكذا، فإن طلب منك علامة فضع يدك على ترقوته. لأن بعض العلم يفرق بين ثم في المشيئة وفي التوكل. لا، بس لا، التفريق في التوكل هل هو عبادة وتفويض وتسليم مطلق؟ هذا لا يصح إلا لله. هل المراد وكلتك بمعنى جعلتك نائبا عني في هذا الشيء؟ فهذا لا بأس به. بارك الله. نعم.